السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يصلح حالنا وحالكم إن شاء الله. لكم ورد بإذن الله. الفيديو ده يا جماعة، السباكين المحترمين، المهندسين المحترمين، سباكين حبايبي كلهم، لو سمحتوا اتفرجوا وانتوا ساكتين. الفيديو ده مخصوص للسباكين المعفنين. للسباكين ايه؟ المعفنين. ليه؟ أول حاجة أول حاجة يا سيادة العميل ويا سيادة المعلم المحترم، أما تلاقي سباك قاعد على الأرض ماشي بيلحم مواسيره في التراب، تعرف انه سباك معفن. اما تلاقي سباك بيلحم والقطع الفيتنج بتاعته على الارض على التراب، اعرف انه سباك معفن. يا سباك يا معفن يا معفن، انت اصلا بتعمل مصيبه للعميل وللشركه. اما تلاقي النهارده شركه فلان وشركه علان بتكسر وتطلع لحام بي ار بدبلتين وبيجيب ميه، تمام، اعرف ان انت عملت مشكله للشركه يا معفن. ليه بقى؟ ليه بتكلم بالاسلوب ده؟ ما تزعلش مني بقى، انا بكلم معفنين بس. واللي هيزعل من الفيديو ده المعفنين. اللي هيعلق زعلان اعرف ان هو معفن. النضيف المحترم استحاله يعلق. ليه؟ ان هو محترم نضيف زي حالتنا كده. بنطوق الماسوره، بنطوق ماسوره اللحامه، بنلحمها، بنتاكد انها نضيفه 100%، فوطه منديه مش مغرقانه، تمام، وبناء عليه بتعمل لحام يشرفك ويشرف الشركه ويريح العميل. انما انت سباك معفن متربي مع اسطى معفن زي حالاتك، او انت ما اتعلمتش منه نظافه وسبته بعد شهرين ثلاثه ورحت عملت سباك، وجبت لك واحد نفس القصه مش متعلم زي حالتك شغال معاك ومعفن زي حالاتك، وبناء عليه تعملوا ايه؟ تعمل جوه الحيطه شغل معفن. برضه بلوم على العميل. العميل جاب الاسطى المعلم محمد، المعلم محمد قال له هناخد منك مثلا 5000 جنيه، قال لا لا لا، هجيب الواد عويس. الواد عويس ده هياخد مني 1000 ونص على الحمام. وطبعا عويس ده يوميته كام؟ 300 400 جنيه. فلما اشتغل في الحمام ب 1000 ونص، هو الواد معاه، الواد باريزا اللي معاه، الواد باريزا بياخد له كام في اليوم؟ 200 جنيه. فرحان قوي، ما هو خارج المدرسه اول امبارح ومش لاقي حد يشغله، فلما ياخد 200 جنيه في اليوم حلو جدا. فالواد باريزا هيتعلم معاه، هو معفن والوسطى بتاعه معفن، والزبون للاسف الشديد بيسترخص، وفي النهايه يحصل ايه؟ تيجي تكبس الشركه بتاعت الكبس علشان تشوف المشكله فين، تلاقي فيه الحام دبلتين زي الفل وجاب ميه. جاب ميه ليه بقى؟ عنصر التمدد والانكماش بفعل التقاء صدمه بروده مع حراره مع بروده مع حراره، يعمل ايه؟ تمكش ينكمش ويتمدد، ينكمش ويتمدد، يقوم يعمل ايه اللحام؟ يجيب ميه. لكن اثناء الكبس مش هيجيب معاك ميه، لكن بعد الاستعمال بعد فتره هيجيب معاك ميه، بعد 6 شهور، بعد شهرين، بعد سنه هيجيب معاك ميه. ليه مش هيستحمل؟ ليه؟ لان اللحام متقفل على زفاره. يا سباك يا معفن، يا اللي بتعمل مصايب عند الزباين ويكسروا وراك رخام ويكسروا وراك سيراميك، وبرضه بعتب على الزبون وعلى المهندس. ما تشغلش عندك سباك معفن. اصحوا لنفسكم بقى كده وفوقوا للجديد. ايه هو؟ ما شغلش عندي سباك معفن. لازم يكون راجل كده محترم وشيك، وحاجته كلها على شكاره، او حاجته كلها على الورقه بتاعت الغلاف بتاع المواسير. اقسم بالله شفت سباك بعينيا فتح الغلاف بتاعت المواسير البي ار وعمل ايه؟ شد المواسير من على الغلاف ورماها على التراب. شفت مدى القذاره اللي في الدنيا؟ يعني انت يا معفن الشركه بعتالك يا معفن المواسير جوه غلاف بلاستيك جاي من الشركه، طب ما تسيبها على الغلاف البلاستيك. لا ده سحب المواسير من جوه الغلاف وشد ورمى على التراب. مش متربي ولا متعلم ولا متثقف، ويقول لك يا حاج سامي رايح اعصابك. وانت مالك باعصابي؟ ما هو الحاجات دي بتحرق الدم. احنا متربيين مع ناس نظيفه. اقسم بالله كنت شغال مع واحد ولا قبل اشتغلت معاه وما اشتغلت معاه بيقول لي هو احنا بنشتغل ولا بننظف؟ جوايا بعمل كده وانا قاعد صغير، كان لسه عندي 13 14 سنه. يعني الكلام ده يطلع من حوالي 45 سنه، اما كنت صغير 3 سنين في الصنعه. بقول ايه ده احنا كل شويه ننظف ننظف يا اسطى؟ قال لي يا ابني النظافه ثلاث ارباع الشغل. قلت له احنا بننظف كتير قوي يا اسطى. قال لي يا ابني النظافه ثلاث ارباع الشغل. ما فهمتش الا لما كبرت وعرفت، بدات اشتغل، عرفت ان النظافه ثلاث ارباع الشغل. احنا بالنسبه لنا كان الحديد على التراب مثلا ايام ما كنا بنشتغل لسه جديد في حياتنا، فكانتش تفرق اللي بنلف ستوبه ونحط كتان والدنيا كلها تراب في تراب. ما كانش فيه ثقافه ولا تحضر لسه. بس كان الحديد مش مشكله، التراب معاه بيربط معاه بياخد معاك عادي، والتراب بيعمل عازل، وبعد كده الاسطوبه، وبعد كده البرايمر او السلقون بيفصل معاك الميه، والحديد لوحده بيصد ويفصل معاك الميه. لكن النهارده لما تيجي تلحم لحام زفر يا معفن، ايه اللي بيحصل؟ بيجيب ميه وبتعمل مصايب سودة. بحذر الناس من النوعيه دي بالذات، واللي هيعلق تعليق وحش
اعرف انه معفن، والمعفنين دول زمايلك انت مش زمايلنا احنا. زمايلنا ده الاكابر المحترمين، اما المعفنين زمايلك انت. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.